في هذا الفيديو سنحاول إعادة تأهيل هذا الأتوبيس المتهالك الذي لم تر مثله من قبل ولن ترى نظيرا له بعد ذلك. هذا المشروع استغرق 6 أشهر كاملة من العمل، فأتمنى أن ينال إعجابك. تم الحصول على هذا الأتوبيس من شخص على موقع فيسبوك يمتلك هواية غريبة، وهي جمع السيارات القديمة. وبصراحة كانت حالته سيئة جدا، وكان يحتاج إلى جهد هائل بمعنى الكلمة. كانت الزوايا متسخة بفعل السنين والتراب، ولازم تنظيفه من الداخل بشكل كامل. فبدأوا باستخدام الأدوات الكبيرة وانطلقوا في إزالة جميع المحتويات الداخلية. وكان الأتوبيس في حالة مزرية جدا، فقد وجدت عناكب ودبابير وصراصير وحتى مستعمرة من النمل الأبيض، لذلك لم يكن مظهره مطمئنا على الإطلاق. وبعد الانتهاء من مرحلة الهدم بدأوا التخطيط لمرحلة البناء، ومن هنا بدأ العمل الحقيقي. وكانت أول خطوة هي غسل الأتوبيس بالكامل، ثم قاموا بشراء الخشب لبناء الأرضية، ووضعوا طبقات العزل باستخدام الفوم في جميع أجزائه، ثم غطوها بألواح خشبية. وقرروا الإبقاء على السقف المعدني كما هو، مع طلائه باللون الأبيض توفيرا للوقت والتكاليف. ولكن للأسف لم تكن النتيجة جيدة، إذ استخدم مسدس دهان غير مناسب، فظهرت خطوط وتدفقات في كافة أنحاء السقف، وباءت تكلفة قدرها $200 دون جدوى. في اليوم التالي حاولوا إصلاح هذه الكارثة عن طريق الصنفرة، ولكن هطل المطر. وهنا ظهرت مشكلة أخرى، إذ كان السقف يسرب الماء من جميع الجهات، وكان الحل الوحيد هو إزالة السقف القديم بالكامل وإعادة بنائه. فقاموا بفك السقف وبدأوا في سد جميع الفتحات المسببة للتسريب. وبالنظر إلى أن الأتوبيس من طراز عام 1991 كان من الأجدر القيام بهذه الخطوة منذ البداية. والمفاجئ أن السقف الجديد كان أجمل من القديم، مما جعل التعب مستحقا. ثم بدأوا في التجهيز الداخلي، وتولى كوبي مهمة تقسيم المساحة. وكانت الخطة أن تكون في مؤخرة الأتوبيس غرفة نوم خاصة بسرير كبير، أما المنطقة الوسطى فخصصت لتكون صالونا أو مساحة معيشة. وتم التخطيط لإنشاء حمام متكامل يحتوي على مرحاض ومغسلة ودش، وأخيرا مطبخ في الجهة المقابلة للحمام. وكان لازما التخلص من الأبواب القديمة واستبدالها بباب حقيقي يوفر الأمان. كما تم تركيب نظام متكامل للمياه يتكون من 3 خزانات، خزان للمياه العذبة، وآخر للمياه المستعملة، وثالث للفضلات. وتحت الأتوبيس تم تثبيت خزان الفضلات على قاعدة قوية تتحمل وزنه الكبير. وعند الوصول إلى مرحلة العزل الحراري تبين أن العزل القديم غير كاف، فتمت إضافة طبقات جديدة لتحسين البيئة الداخلية. واستمر العمل في تجهيز الحمام باستخدام مواد مقاومة للمياه، مع اختيار تصاميم جمالية تضفي مظهرا أنيقا. كما تم تصميم نظام كهربائي يضمن توفر الطاقة باستمرار، وإنشاء صندوق خاص للمولد. ومع تقدم العمل تم تجهيز الأثاث والمطبخ ومنطقة المعيشة، مع مراعاة الاستفادة القصوى من المساحة المتاحة. ورغم وجود بعض التحديات مثل كبر حجم بعض القطع، فقد تم تعديلها لتلائم المكان. وفي النهاية تم طلاء الأتوبيس بلون أزرق جميل، بعد التخلي عن اللون الأسود الذي لم يكن مناسبا للظروف الحرارية. وبعد إتمام جميع الأعمال انطلقوا في رحلتهم، وقضوا وقتا رائعا داخل الأتوبيس الذي تحول إلى بيت متكامل. وفي الختام، إذا كنت ترغب في مشاهدة تحديات أخرى فأخبرني، وشكرا جزيلا على دعمكم.